تعلموا. راني نقول لك في الهند كاين اكثر من 10 لغات رسميه. المغرب عطتنا درس. من المغرب سبقت الجزائر. في المغرب كاين 2 لغات رسميه. ما كاش هذا الخطاب. اسمح لي سي مصطفى. سي نور الدين ختال عطى مثال صحيح. المغرب جارنا، بلد جار، ورسم اللغه وما وقعلوش نفس. لماذا؟ نعطيك على سبيل المثال في المغرب، الدولة الشقيقة في المغرب ولا في تونس الشقيقة، عندهم مواد الزيوت هي محلية واستهلاكية ما يستوردوش. نعطي على سبيل المثال السكر، مادة السكر من البيتراف. السكر موجود، كانت قبل يغرسوه في البلاد، موجود حاليا في مصر موجود السكر يدير. اذا نحن عندنا كل الكماليات موجوده وعندنا كل الطاقات الموجوده. هو شوف المغرب سي سليم قبل يتكلم على دستور المغرب، يعني المغاربه متقدمين علينا ياسر في الميدان هذايا. في المغرب عندهم ملكيه اسلاميه، الملك فيها فهمت امير المؤمنين ومسلمين، ما عنده حتى حد ما ينجم يتكلم. شوف الدستور نتاعهم، كيفاش التفتح نتاع الدستور هذايا على الامازيغيه وعلى الحضارات الخارجيه وعلى البعد المتوسطي الى غير ذلك. مثلا ناخذ مثال، لماذا مجال الاسمنت المغرب يصدر لكل افريقيا والجزائر تستورد الاسمنت؟ هل الاسمنت منتوج استراتيجي وما لازمش يدخل فيه القطاع الخاص؟ لما يكون عندنا 3 وزراء يهانون، وأقول وزراء ولا أقول فلان ولا علان، أنا أتكلم عن وزير جزائري يهان كأنه هنا في الدولة، هو رمز. لم يتكلم حتى وزير الخارجية لوران فابيس، لم يعتذر، عكس ما حدث مع المغرب العام الماضي. لما حدث مع المغرب مع الوزير المغربي اتخذ موقف مباشرة وصرح علنا ويعتذر هو رئيس الوزير الخارجية. علاش؟ واش هو الاختلاف بيننا وبين المغرب؟ هذا هو السؤال المطروح. جندو برك في اطار الخدمه نتاعو يخدم في بلاده، ماشي يعني يضرب البلاد هذيك ولا كيما راهم يديروا المغاربه. هذا اللوبينغ هذا يسميوه لوبينغ، هذا يستعملوه هما درك المغاربه جار، ماشي مجندين غير المواطنين المغاربه اللي ثم، جندوا حتى الجزائريين ضد الجزائر، وهذا هو المشكله. وجندوا اطارات فرنسيه.